نزلت فيديو من شويه كنت بتكلم فيه عن الاحباط وكده، وان بيجي عليك وقت من الاوقات في حياتك بتحس انك محبط وكسلان ومالكش نفس تتكلم مع حد ولا ليك نفس تختلط بحد. ففي شاب كده من الشباب علق لي تعليق ضحكني شويه، قال لي ترحيل. ما فيش مشكلة يا سيدي ترحيل. القصد يعني ان لما بتحس الاحساس ده بتحس انك عاوز تمشي من المكان اللي انت فيه. يعني اللي واصل لي دلوقتي ان انا عاوز امشي من هولندا، عاوز اروح مصر. واللي يضحكك ان انا لما بروح مصر بحس احساس برضو غبي، اللي هو ايه ده؟ هو انا جيت هنا اعمل ايه؟ انا عاوز امشي من هولندا، من مصر ارجع هولندا تاني. فانت لما بتبقى واصل للمرحلة ديت، الحاجة الوحيدة اللي بتخليني تقريبا اعرف افصل ان انا احط دماغي في قلب الشغل واشتغل واعمل حاجه من الحاجات الصعبه في شغلي اللي ما بعرفش اعملها. فلما بخش في الحاجه الصعبه ديت بحس ان الاحباط اللي عندي والطاقة السلبية اللي عندي خليتها بقت طاقة إيجابية وترجمتها لشغل وعملت حاجة مفيدة. يعني على سبيل المثال من شوية لما حسيت إن أنا محبط، دخلت عندي في الأكاونت الهولندي اللي عندي، اللي هو عندي فيه متابعين هولنديين، وعملت فيديو معين بطريقة معينة وعدلته بطريقة معينة. فحسيت إني فصلت شوية من الإحباط اللي كان عندي، مع إن أول لما اتكلمت معاكم من شوية قلت لكم إن أنا محبط. والله فعلا كنت حاسس بإحباط وبطريقة يعني حاجة مزعجة. يا رب ما اكتبهاش على حد إنك تحس إن أنت كسلان ومحبط ومثلا مش هتقول لي اصل انت متعشم في حد وخذلك. لا، انا ما بقتش اتعشم في حد من زمان. ما بتعشمش غير في ربنا، لان ربنا هو اللي بيدي الناس كلها، وما بتعشمش غير في صحتي ونفسي. فالحاجه الوحيده اللي ممكن تخذلني يعني لما اكون متعشم في ربنا مثلا وحاجه ما تجيش، او مثلا ابقى متعشم في نفسي وفي صحتي وفي قوتي، وصحتي وقوتي تخذلني. انما مثلا انا ما بقاش عندي عشم في حد، ولا في مثلا في صحاب، علشان ما فيش حاجه اسمها صحاب خصوصا في هولندا. حرفيا ما فيش حاجه اسمها صحاب. الناس هنا ممكن تبان ان هي حبايبك واصحابك، بس اول لما بيلاقوك ان انت مثلا فرقت عنهم او بدات تتغير من نفسك او بدات توصل او تبقى حاجه كويسه، الناس بتغل وتحقد وبيحسدوك. انا مش بقول ده على نفسي، انا بقول في العموم الناس بيحصل لهم كده. انا نفسي حصل معايا مواقف زي كده. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده كتير، بس هي دي الحقيقه. يعني في حد كده كان قال، اللي هو السويسي، يعني بيقول لك صاحب نفسك ترتاح. لا، انا بقول لك صاحب صحتك ترتاح، علشان مش هينفعك الا قوتك وصحتك وفلوسك اللي انت بتعملها من تعبك وشقاك. فاهم؟ وما تتعشمش في حد غير في ربنا. يعني لا تقول مثلا متعشم في ابني ولا في صاحبي ولا في ابويا ولا في امي، لان الواحد عدى عليه مواقف في حياته هنا في اوروبا خلت الواحد ما بقاش يتعشم في حد غير في ربنا اللي بيدي الناس كلها، وفي صحتك بس. العشم فوق، وفي صحتك اللي ربنا مديها لك. فثقة في الله يعني. الناس هتقول لي انت بتقلد محمد رمضان. مش والله مش قلد ولا حاجة، بس هو فعلا يعني ثقتك في ربنا يعني ملهاش حدود. فالله المستعان، لما بحس نفسي تعبان ومتضايق وكده بطلب من ربنا يشيل عني ويخفف عليا، وبحاول اشغل نفسي في حاجه صعبه. يعني حاجه مثلا مأجلها علشان صعبه، او عشان مش هتخلص بسرعه، فبحط راسي في قلبها وبحاول اخلصها باي طريقه. فالله المستعان. انا معمول لي حظر من الاكسبلور مش عارف ليه، وكمان معمول لي مخالفات على الحساب بتاعي، مع ان انا ما بشتمش في الاكونت بتاعي ولا برد على حد في كومنتات شتيمه ولا حاجه، ولكن للاسف انا معمول لي حظر على الاكسبلور، فيديوهاتي ما بتبانش لحد. زائد ان معمول بتاع ده مخالفات على الحساب بتاعي. ايه السبب؟ انا مش عارف. ولو انا كنت بفهم في التيك توك او كنت ممكن مثلا اوثق الحساب وكده، ولكن للاسف انا لسه ما اعرفش الموضوع ده بيتعمل ازاي، بس ان شاء الله في المستقبل هعمله. سلام عليكم.